مساء الخير لكل مستمعينا ومتابعينا متابعي إذاعة بوير اف ام على الموج 103.5. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. أنا معكم عماد خلف من وراء الميكروفون، أيضا زملائي بالكنترول شيرين ومروان. رح نروح لفاصل صغير وبنرجع. مرة ثانية أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. ضيفنا بالاستديو الدكتور جيلان محمد ياسين، اختصاصي بالجراحة العامة والتنظيرية، بورد سوري بالجراحة العامة. اليوم رح نحكي عن موضوع مهم كتير، هو الآلام البطنية الحادة. الكثير منا مرات بيتعرض لآلام بطنية، سواء كانت يعني آنية أو مزمنة، أو يعني إذا جاز التعبير أكيد رح نتطرق على أنواعها وأسبابها، وكثير من الأسئلة رح نطرحها على ضيفنا. لكن بالبداية اسمحوا لي رحب بضيفنا الدكتور جيلان محمد ياسين. مساء الخير دكتور. مساء النور، أهلا وسهلا، وشكرا على الاستضافة. شكرا لك دكتور. مستمعينا إذا حابين تنضموا لنا فيكم تشيلوا السماعة وتتصلوا معنا بالرقم الأرضي 429 101، أيضا عبر الواتساب 093 82 80 81 4. يلي عم يشاهدونا برات البلد عبر البث المباشر برسالة رح نجاوب على أسئلتكم، بكومنت فيكم تكتبوا السؤال. دكتور، بالبداية كما دخلنا موضوعنا ولا نحكي ونشرح لمستمعينا ومشاهدينا اللي عم يشاهدونا تشريح الألم أو الآلام وأماكن تموضعها يعني وتموضع الأعضاء. يا ريت تشرح لنا. هلا الألم هو عبارة عن أي ألم حاد يبدأ من عدد دقائق إلى عدد ساعات. له نوعين، احنا عندنا الألم البطني الحاد والألم البطني المزمن. نعم. الألم هو عبارة عن عرض من الأعراض المرضية. يعني عندنا مثلا أول شيء يبدأ بالألم ارتفاع حرارة، إقياء، مثلا فقدان وزن، فقدان شيء، وكذا الأمور هاي. أول عرض يبدأ من أي مرض كان بجسم الإنسان هو الألم. هو الألم تمام. بداية كل مرض، يعني مشعر لشيء، يعني مشعر وبداية لأي ألم نعطي إنذار للإنسان إنه في شيء التهاب، يا أما مثلا ورم أو كتلة أو شيء الأمور هاي. فنحن هلا بما أنه قلنا إنه الألم هو عبارة عن بداية لأعراض التهابية، فلازم نحن نعرف لوين لأي عضو تابع هذا الألم. لأي عضو تابع. هلا نحن إذا بما أنه نحن موضوعنا الآلام البطنية الحادة، فنحن لازم نطلع على جدار البطن عند الاستلقاء المريض، يعني على السرير الطبي. نحن مباشرة لما ننظر إلى البطن وجدار البطن نحن نقسم إلى 4 أقسام. أيوة. تنعرف وضعية الألم وفي أي نقطة متمركز الألم. هلا في عندك ألم خفيف، ألم أعظمي، ألم شديد، ألم ما يخلي المريض واحد يفحصه مثلا. شفتون؟ فنحن نقسم جدار البطن والبطن بشكل عام إلى 4 أقسام. أيوة. الصورة تكون بالمركز. نحن في عندنا قسمين علويين نحن نسميه الطرف العلوي الأيمن والأيسر، وفي عندنا قسمين سفليين نسميه الحلقوفية اليمنى والحلقوفية اليسرى. السرة هي بالوسط. عن طريق هالأربع مربعات هاي نحن نحاول ونفرق بين الأعضاء ونكشف ونعرف وين الألم بالضبط واقع. الشيء كويس في الموضوع طبعا، وهي شغلة إلهية، يعني إنه التعصب هو عندنا نظير ودي. إيش معنى نظير ودي هاي علميا؟ إيش معنى نظير ودي؟ يعني الألم متموضع ضمن العضو. أيوة. الألم هو موجود ضمن العضو. يعني في بداياته طبعا لما يكون لما يكون هو متاخر المريض وجاي قبل ما يتعمم الالم. دائما الالم اول ما يظهر بالعضو المسبب للالم. نعم. يعني عندنا اذا في التهاب شديد كذا، فالالم يكون موضعي في المكان. يعني مثلا هلا لما يكون في عندنا الم مراري، الم في المراره، فالالم يتوضع في القسم العلوي الايمن، مكان تموضعه. اذا عندنا اشتباه زايده تشوف انه الالم يكون يعني في الحلقوفيه اليمنى. اذا الالم في الطرف الايسر، في المربع السفلي الايسر، بتشوف انه الالم متوضع بهذاك القسم. ايش موجود هونيك؟ يعني يا اما كولون، يا اما عند النساء كيس مبيض، او بوق ايمن يكون في هونيك مشاكل، او في عندك كليه خلف البريتوان. فهون نحن هاي الالام نحن نسميها هاي الاعراض وتوزع شو اسمه تشريحيا. لما انت تيجي تطلع على الاعضاء، في عندنا شيء اسمه ضمن جوف البطن اسمه شيء غلاف او كيس نحن نسميه بريتوان. في عندنا اغلب الاعضاء الاساسيه موجوده ضمن البريتوان.
يعني هلا مثلا في عندك من بدايه المعده الى الاثني عشر الى ما عدا غير الكولون، المراره، والجهاز الانثوي عند النساء، هذا كله موجود ضمن الكيسه، نحن نسميها الكيسه هاي البريتوان. نعم. البريتوان. بس في عندك اعضاء ثانيه خلف البريتوان، شو هي؟ مثلا مثل البنكرياس خلف البريتوان، في عندك الكليتين مع الحالبين مع المثانه خلف البريتوان هدول. فالآلام البطنيه اللي تظهر فيها هي تكون خلفيه شوي، تعطي آلام بالظهر. نحن مشان هيك نحن نحاول نعطي تشريح للاعضاء مشان لما ناخذ تموضع الالم تنحدد نحن وين موجود الالم، وين موجود والالتهاب وين موجود. فبالتالي نحن لازم نطلع ايش في اعضاء ضمن البريتوان، ايش في اعضاء خلف البريتوان. حلو. هلا نحن فرزناها على بعضهم، اغلب الاعضاء ضمن جنف البريتوان والبقيه خلف البريتوان. هلا الطحال كمان ضمن البريتوان موجود. في عندك شيء اسمه قبل جوف البطن، في عندك شيء اسمه جدار البطن. ايوه. جدار البطن نحن لما قسمناه 4 اقسام، والالام اللي تظهر فيه احتمال يكون هذا خارج الاعضاء، خارج الجوف. في عندك آلام تظهر في جدار البطن بس ما لها علاقه بجوف البطن. يعني يا اما مثلا يكون في عندك فتوقات، فتق سره، فتق ربي، يكون يعني عمل مجهود المريض واختنق الفتق فيعطي آلام، فهي ما لها علاقه بجوف البطن، ما لها علاقه، هذا اسمه آلام جدار البطن. يكون في ورم دموي مثلا، او في كتله شحميه ممتده وزياده وضاغطه على العصب، صح، فهي تعطي آلام جدار البطن. فنحن هون هلا هيك تشريحيا نحن هلا حطينا هيك تحديد للنقاط والتموضعه وين مكان موجود الالم، وتقدر شلون نفرقهم بين بعض. حلو. ايه. لذلك دكتور عفوا على المقاطعة، أحيانا دائما المريض لما بيجي بيراجع العيادة بيكون بحط إيده مكان العضو اللي المتألم بالضبط. بتلاحظوا إنه مثلا حاطط إيده على خاصرته أو الخاصرة اليمنى أو اليسرى أو المكان، فإذا هذا بيدل على شيء يعني بالضبط. هلا نحن بما أنه قلنا إنه في آلام حادة وآلام مزمنة، هلا الآلام المزمنة هاي تصير مع كلاتنا، يعني مغص شديد، نفخة بعد الأكل، شوية حموضة، آلام بسيطة بس عابرة نحن نسميها عابرة، يا إما لسوء تغذية أو يعني سرعة يعني شو اسمه شغلات هيك حادة زيادة، توابل وأمور هيك، دسمة زيادة، مقلية زيادة، فطبعا شوية أعلام الجسم يقاومها شوية، الآلام بتزول تلقائيا. أما الأمراض المزمنة اللي مثل مثلا التهاب البنكرياس مزمن، التهاب معدة مزمن، التهاب مرارة مزمن، التهاب قولون مزمن، هاي تعطي أعراض يكون المريض متعود عليها، فمتعود ناخذ يكون رايح على الدكتور مثلا ماخذ استشارات، يكون ماخذ أدوية معينة. طيب لما تدخل بالألم الحاد، هلا المزمن هو يصير حاد، أو الألم البطني المزمن أحيانا يتحول إلى حاد. أيوة. فجأة يصبح ألم فظيع ما عاد يتحمل، خلص هذا صار ألم حاد إسعافي. تماما. إيه، بهالحالة كاين البرنامج كله يتغير. تمام. دكتور هلا ضمن سياق حديثك عم تحكي هلا خطر على بالي إنه يا ترى الألم كمان في له أنواع؟ طبعا. يا ريت تشرح لنا يعني. هلا مثل ما قلنا نحن قلنا الألم الحاد والألم المزمن، في عندك ألم مرتد مثلا، الألم المرتد شو هو؟ إذا في حالة الاستلقاء ما في ألم، بس لما تلمس البطن في ألم. أيوة. أنت حطيت إيدك ضغطت شوية في مكان تموضع الألم ورفعت إيدك في ألم. أثناء فحص الطبيب للمريض. وهي علامة متأخرة. أيوة. هاي علامة كويسة، يعني هاي إنه في الالتهاب واصل للغلاف البريتوان. أيوة. هذا مو كويس، يعني إنه نحن متأخرين شوية. في عندك الألم الرجيع. الألم الرجيع هذا متأخر كتير. هذا يعطيك إنه كان في ألم سابق وتعمم إلى جميع جوانب البطن. يعني الألم كان مثلا بالمراقة الأيمن العلوي من التهاب المرارة، صار البطن كله يوجعه. وين ما تحط ايدك يكون هذا شوي متأخر. هون التشخيص يكون صعب شوي على الدكتور، فنضطر انه نبدا نستخدم مثلا تحاليل المخبريه والصور الشعاعيه والايكو وما الى ذلك، مطبق محوري ورنين مغناطيسي والامور. تمام. نعم. هلا اكيد رح نتطرق على موضوع التشخيص بين الالم والفرق بيناتهم. هلا دكتور كمان من شوي حكيت عن موضوع الاجراءات التشخيصيه. هلا بالنسبه للالم، المريض عم يراجع العياده بقصه الم معين، الطبيب شو الادوات اللي عم يستعملها لحتى بالضبط. سواء كان فحص باليد بالسماعه بالضبط. او ايكو او اجراءات تانية لتوصلوا لتشخيص معين. سؤال مهم كثير. هلا اول ما المريض يجي على العياده وبعد ما يدخل جوا تفحصه، انا اطلع على مشية المريض. حلو. مشية المريض شلون هي؟ مشية السحنه مثلا، يعني مشي جاي يعني داخل عندي هيك يعني هيك نشيط داخل ولا جاي داخل بكسل ولا هيك منحني الظهر يعني داخل جوا عندي مثلا، سحنته شلونها؟ صفرة يعني ترابيه كذا. أيوة مثلا في عليه حراره، ما عليه متعرق، ما متعرق، مشيته حاطط ايده على بطنه، ما حاطط ايده على بطنه، هي كلها تعطيني بدايه اعراض انه في شيء. وصف لحاله المريض. وصف هاي البدايه. لعند الاستلقاء في بعض المرضى يستلقون بسرعه، في بعض المرضى يستلقوا ببطء،
هاي تعطيك ضلوا متشنجين. ضلوا متشنجين. ايه لما تشطحه ما يقدر يتشطح الا يتشطح يا مع اليمين يا مع اليسار ويقفز القدمين كمان. هاي عرض يعطيك. طبعا هاي توجهنا الى امراض معينه نقدر نحكي فيها بعدين اكيد. إيه. فعند فحص المريض بعد ما يستلقي المريض نحن اول ما نبلش الالم هو يدلنا على مكان الالم، لانه نحن عندنا فحص المريض، عندنا نوعين من الفحص، فحص سطحي لجدار البطن وفحص عميق. انا اجباري لازم ابلش من الفحص السطحي مشان ما اوجع المريض طبعا. من اولته اذا ضغط قوي كثير وزياده فبتوجع. فانا بحاول قدر الامكان يعني انه افحص المريض بشكل سطحي ومن بعيد، اجي من بعيد مشان اسايره ومشان اساعده مشان يقدر يساعدني. فانا بلش من بعيد امشي شوي شوي لحتى ما اوصل مع نقطه الالم. فاشوف انه اما جاي متاخر وما جاي بكير. هلا اذا داخل عندي بنشاط معناته جاي في الوقت المناسب، الزمن الذهبي يعني. لما اشوفه انه جاي شوي هيك متكاسل وكسلان وما له مزاج يعني يا دوب يرد عليك ويحاول انه اهله يردوا من بداله، يعني خلص تعرف انه هذا جاي شوي متاخر. نعم طبعا. فانا حددت موضع الالم، حطيت موضع الالم. عم بسال اعراض ثانيه غير الالم شو هي. ايوه. اي طبعا هلا يقول لي في قياءات كم مره مثلا، كان صار معه قبض اسهالات مثلا، فاقد للوزن ولا ما فاقد للوزن، هل الآلام هاي قبل كان في موجودة عنده يعني وعدت ومشي حاله يعني. نعم. في عنده فقدان الشهية، أسئلة يعني متراكمة، يعني بدك تسأله لحتى هيك تاخذ فكرة عن المرض توصل للنتيجة. لما يكون جاي في الوقت المناسب مباشرة تعطي النقاط الأساسية، خلاص أنت عرفت المرض وهاي وتختصر عليه الطريق والتكلفة كمان الأمور هاي ويكون الأمور ماشية. بس لما يكون جاي متأخر خلاص أنت هون يكون في شيء اسمه الألم المعمم مع الأعراض المتزايدة. صح. يعني إنه خلاص ما عاد يقدر يأكل خلاص يشرب مية عم تقيأ. فهاي نحن داخلين مراحل متقدمة. بهالحالة هاي خلاص بقى نحن نجي للإجراءات اللي بعدها. الإجراءات اللي بعدها شو هي؟ المخبرية، تحاليل الدم وما دام هالأمور هاي كلها. الإيكو عندنا ضروري جدا نحن في الجراحة العامة هو الإيكو. تمام. يعني هو مثل ما يقولون نظارة الطبيب يعني. تماما. نظارة الطبيب. الإيكو هو يوجهنا تقريبا 80 ل 90% لمكان الألم لحالة العضو المصاب أو الملتهب. يعني هلا عن طريق الإيد أقدر أنا مثلا هلا أنا لما أكتب إلى زميل إجراء إيكو بطن وحوض مثلا. نعم. أنا توجهي عم بعطيه توجهي مشان هو كمان أنا يكون في تشاركية بيناتنا. إنه أنا أخوي أنا فحصت المريض وعندي وكان اشتباه زايد، أنا توجهي نحو الزايد يعني. مع التركيز على الزايدة مثلا عم بقول له، لأن هو كمان يكون مثلا هو كمان عنده مرضى كثير وكذا فمشان نساعد بعضنا. اكتب الورقه انه مثلا انا حسب توجهي هو التركيز على الزايد، او حسب توجهي هو التركيز على المراره، احتمال يكون في بعصه، او توجهي انه في انسقام معدي يعني احتمال انه يلزم الصوره صوتيه. صح. كيف إيه. فاكتب الورقه هاي تجيني النتيجه تعطيني لما اشوف انه عنده كمان، لانه احيانا لما يكون مريض متاخر حتى ليكو ما يطلع. صح. حتى ليكو ما يطلع. فنجي للاجراءات اللي بعدها اللي هي الطبقه المحوريه بانواعها، مع الحقن بدون حقن رنين مغناطيسي الاجراءات الحديثه الموجوده حاليا. ايه. فعن طريقه بقى نحن نحدد اسمه اغلب نحن عندنا العمر كثير مهم اخ احمد. ايوه. العمر كثير مهم. ايوه. نحن عندنا مثلا هلا نحن من 9 سنوات ل 20 22 24 25 سنه نحن يعني ايش راح يكون معهم اذا ما في امراض وراثيه عندهم اغلب الاحيان يا اما زايده يا التهاب معه يا يعني امراض بسيطه جدا يعني. نعم. هلا نحن نحكي مش ما نخوف العالم يعني. نعم. اغلب الامراض الالام البطنيه بسيطه جدا وما في لها اشكاليه، وهذا شيء روتيني وفيزيائي يعني بالنسبه للجسم. كلنا معرضين كلنا معرضين ايه مش ما نخوف يعني. هلا نحن على الحالات يعني نحكي على 10 الى 5 الى 10% من المرضى اللي يجونا يعني يصير معهم هيك حالات متقدمه. البقيه من 90 ل 95 كلها اعراض عفويه. اعراض عفويه، بس يكون هو ماكل زياده، اكل زياده مثلا، اكل حامض كثير، اكل حاد كثير. فهمت علي؟ فتكون الوجع زياده صار زياده عن اللزوم تخوف اجى عنا طبعا. ايه. فهاي النقطة كثير مهمة يعني انه مشان يعني المشاهدين هاي يكونوا اكيد نطمن المشاهد مطمنين يعني طبعا. لكن الحلقة يعني هي تثقيفية للمواطن والمستمع يعني يعرف لما بيتألم. بالضبط. هدفنا من هالحلقة هاي واللقاء وهالموضوع هذا اكيد في نقاط معينة. دكتور كيف بيتم التشخيص والفرق بين الألم يعني يا ريت. هلا نحن الخطوة اللي مشيناها عديناها انه هي نحن حددنا موقع الألم ونوعيته اذا كان حاد ولا مزمن ولا راجع ولا مشدد. نحن حددنا الالم، نحن نبدا بالاعراض الثانيه. هلا انا لما اجي اشوف انه الالم صاير بالقسم العلوي الايمن خلص التوجه راح يكون التهاب مراره. نعم. بس في عندي غير المعده قريبه كثير، جدار المعده قريب كثير، فاحتمال يكون في التهاب معدي. هلا هون صار عندي تشخيص تفريقي ما بين مرضين. التهاب معدي او قرحه مع التهاب مراره. نعم. في عندك الزاويه الكولونيه كما الصاعد مع المعترض.
قريبه كثير من المراره، احتمال يكون في اعراض يعني التهاب كولون يكون يا مزمن يا حاد. عن طريق الاعراض وعن طريق التحليل نفرقهم بين بعض. شلون؟ هلا مثلا انا اذا قلت انه في عنده التهاب كولون مثلا بما انه قريب من المراره، فلازم يكون عندي اعراض زياده مثل ايش؟ انتفاخ، نفخه، قبض مع اسهال راح يكون عنده. ماشي. المراره ما تعطي النفخه في الامور هاي. المراره تعطي الم للقسم العلوي للصدر ولجدار الصدر، وتعطي الم حتى ترقوه. والطرف الايمن طبعا بالقسم الايمن تعطي الالم للاعلى، توصل حتى الترقوه، والالم يلتف الى الظهر. هاي توجهي نحو المراره. اعراض نفخه ما نفخه، قبض واسهال والامور هاي توجهني نحو الكل. عن طريق التحاليل يكون تشخيص خلاص فرقنا. هذا تشخيص تفريق. انا اذا نزلت تحت مثلا بالمراق الايمن في عندي زايده، اشتباه زايده. بس في عند النساء وعند الفتيات شو اسمه، في عندك بالطرف الايمن في عندك المبيض والبوق الايمن، في احتمال فعندي هاد 3 اعضاء هاي بدي فرق بيناتهم. شلون؟ اذا عند البنت نحن نطلع اذا في عندها في نزف ولا ما في نزف نسائي. اكيد هاي وحده. ثاني شيء هي بالدوره ولا ما بالدوره. نعم. فعن طريق هاي الشيء اذا شفنا انه في توجهنا نحو كيس مبيض مفجور او مثلا التهاب بوق كذا، نطلب استشاره نسائيه تتعاون معنا. نعم. هاي ضروري. بس عند الشباب هاي خلص توجهنا هو التهاب زايده. هلا هاي بالطرف الايمن. بالطرف الايمن كمان في عندك الحالب خلف الزايده. صح. فهون كمان في تشخيص تفريقي. فنضيف عليه اعراض. شو هي الاعراض هاي؟ انه مثلا في عنده عسره بول، حرقه بالبول، التهابات مزمنه. عن طريق تحاليل وزرع البول نتوجه نحو انه في هون في مشكله كلويه، حالبيه، مثانيه والى اخره. فنبتعد عن الزايده. هون تشخيص تفريقي يصير. بالطرف الايسر في عندك كمان البوق الايمن والمبيض، عفوا البوق الايسر والمبيض الايسر مع الكولون مع المستقيم ومع السين، هذول كلهم بالطرف الايسر. بس كمان في عندك الحالب والكليه اليسرى، فلازم نفرق بيناتهم عن طريق الاعراض اللي قال عليها المريض. هيك نقدر نفرق بين المرض وين موجود الالتهاب بالضبط. يكون تكتيك الجراح جيد صح. هلا نحن الجراحين عاده كل هالامور نحكي عليها. اغلبيه اي ما تجون علينا نحن جراحين. هلا نحن كل هالمشاكل هاي الدكتور الداخلي هضمي يحلها اغلب الاحيان. بس لما يكون المريض داخل في مرحله متقدمه من الالم والوجع، خلص الطبيب الهضميه الداخليه بده استشاره جراحه، لانه هاي بالادويه ما عم يستفيد على الادويه، معناته في مشكله جراحيه. خلص هذا هون بقى العلاج جراحي. انا عم بعالج، انا دكتور هضميه عم بعالج مثلا التهاب معده، التهاب قرحه مزمنه لمده سنوات، شو معندة على العلاج، ما عم تستجيب للادويه. بهالحاله ايش بده يسوي؟ بده ياخذ راي شو اسمه، عم يعمل تنظير، عم يشوف القرحه زياده عن اللزوم 1.5 2 سم، كبيره كثير. واحد صحيح 1.5 2 بس كبيره كثير. هاي توجهنا واحد جراحه. النقطه الثانيه انه احتمال انه اختلاطات القرحه، تعطي اختلاطات القرحه. شو هي اختلاطات القرحه؟ اما نزف، اقياءات دمويه، انسقاب مثلا، وانسقاب، وهجوم القرحه الى عضو اخر. هاي مراحل متقدمه. هذا حتى يسكر عليك البواب ويسكر عليك الاثني عشر، ما عاد يخلي الاكل وهي تمشي نهائيا. هاي مراحل متقدمه. مشان هيك نحن ننصح بالالام البطنيه الحاده التي تتجاوز يعني مدتها من دقائق الى 4 5 ساعات باستشاره طبيب ضروري. فمشان ما ندخل هالمراحل المتقدمه ويعني وندخل بعمليات كبيره وعلاج كبير ومصروف كثير يعني وصعب على المريض كمان. صح. فنحن دائما قد تكون نتائج يعني مو مرجوه يعني. ايه هلا نحن عم نعالج الالتهاب المراره الحاد والمزمن. في عندك 80% منهم الى 90% نقدر نقول انه حصويه. السبب الرئيسي الحصى. بس في عندك 10-20% لا حصوي. وهنا بدك تستفسر عن امور ثانيه. احتمال التهاب الكراز يكون مزمن موجود. صحيح. فهي كمان تشخيص تفريقي بين الامراض، يعني نفرق بين الامراض. حلو. بهالطريقه هاي. ففي عندك امراض ثانيه مثلا الاورام. أيضا. الاورام الحميده والمزمنه. هون هذا المرض صامت، بس بلش الالم خلاص معناته هاي يعني إشارة. بدايه انذار يعني. بلشت الم بالقولون غير مستجيب على الادويه، غير مستجيب. فهاي لما تشوف انه ما في هالالتهابات تبع الاعضاء، ما في شيء، عمل تنظير علوي سفلي، شفت انه في كتل، هاي خلص بقى توجهنا نحو الاورام. هون نضيف كمان نرجع للمريض نسال الاسئله الثانيه، انه زياده وزن، نقص وزن، هذا كل يعني يقول مثلا صار لي شهرين انا فقدت 10 كيلو 15 كيلو. هاي علامه مو كويسه. ايوه. يعني انه فتره قصيره يعني
الوزن المريض فقد وزن فجائي مثلا مباشره توجهي، ما انا كطبيب جهز حالي توجهي مباشره. اذا ما عنده عامل تنظيم مباشره اطلب منه التصدير علوي سفلي. استقصاءات اللازمه ضروريه السريعه طبعا. تماما. دكتور وكنت محضر لسؤال انه من المفروض ايمت يراجع المريض الطبيب. طبعا جمله من المعلومات ذكرتها وهي كانت مهمه جدا، بتمنى مستمعينا يستفيدوا منها. وكان سؤالي انه ايمت لازم او من المفروض او يستدعي انه المريض يراجع الطبيب من شوي جزء منه ذكرتهم، يعني يا ريت نوسع بهالموضوع هذا. الآلام البطنية اغلبيتها عابرة وكلنا متعودين عليها يعني من الافضل عادة بس بدأ الألم يعني واحد يحاول يستريح شوي، يتشطح شوي، يكون بالبيت، اذا كان بالشغل يترك الشغل، يجي يرتاح شوي، يحاول ياخذ الأدوية ممنوعة، مسكنات ممنوعة. انا انصح دائما المشاهدين والاعزاء انه لا يستخدموا لا اصابات حيوية، لا مضادات، لا مسكنات. يعني اذا اضعف الايمان احنا قلنا اذا سيتامول معلش بانادول، حبه بانادول مو مشكله. اذا استجاب المريض للحبه الحمد لله ما في شيء. بس اذا شاف انه اخذ حبتين مثلا بانادول ما راح الوجع، خلص بعد 4 سنوات 5 سنوات بده استشاره طبيب اجباري، يعني مشان ما يتفاقم المرض وما تصير ندخل مشكله كبيره. فلا الالم البطني اغلب الاحيان هي عرضيه، بس لما بتستمر في عندنا مشكله جديه لازم نحلها. في مشكله جديه لازم نحلها. احتمال يكون ورم واصل لمرحله وعمل ساد للكولون، هاي مشكله، خلص صار عمل جراحي كبير. فبالتالي نحن ننصح اولا يحاول ياخذ وضعيات بالبيت مريحه، مثلا يحاول يتجشأ شوي، يطلع شويه هواء من المعده، ياخذ هيك ريلاكس مثلا بالفراش، يمتنع عن الاكل والشراب كم ساعه هيك، يعمل حاله صايم كذا. انا انصح دائما انه الصبحات الفطور يكون ضروري. ايوه الفطور. هلا نحن اغلبيتنا نحن ننام عاده كم ساعه؟ 7 ساعات 8 ساعات. نحن بهالفتره كنا شربنا شيء ولا والله يفاق الصبحيات اخ عماد. يعني تشوف الانسان فاق الصبحيات لسه هو نايم 7 ساعات 8 ساعات ما لا شربان لا وما عم يفطر وعم يروح على الشغل الساعه 12 بعدين ما اكل. شو صار كم ساعه صارت؟ 14 ساعه 14 ساعه صايم. يعني ما هو على مدار سنه صايم. صح. هذا عم يسرع الجسم، عم يروزم، عم يصير معه تجفاف، عم يصير معه يعني نقص وظيفي وضمور في الاعضاء. نعم، من الكليه والداخليه كان هو جسمه متعود عليه، بس هذا مو تعويد جيد، تعويد سيء. صح، تعويد سيء. فنحن ننصح بالفطور حتى بالفطور الخفيف يعني. بس اهم شيء واحد يفطر. على الريق ممنوع. نحن نقول ننصح دائما على الريق، يعني عاده القهوه، شاي ثقيل مثلا، شرب الدخان، هالامور هاي على الريق ممنوع عاده من الافضل يعني بعد الاكل. واحد يعرف حاله انه عم يتوجع من الحاد، يا اخي قلل الحاد شوي. صح. يعني واحد انا يقول انا خيو اذا يوميا ما اكل يعني ليمونتين وثلاثه يعني ما اقدر. يا اخي قلل شويه ليمون، عم تضر حالك هيك. اكيد. واحد يقول انا احب البهارات كثير مثلا، واحد يقول انا صبحيات لازم اشرب لي فنجان قهوه مثلا. يعني هلا فنجان القهوه ما طيبه بعد الفطور. المدخنين الشرهين يعني طبعا. المدخنين طبعا. دكتور اكيد رح نحكي عن موضوع النصائح، واكيد رح نختم لقائنا بهالموضوع، وهذا مهم كثير، هو زبده لقائنا طبعا. بالضبط. دكتور هلا بعد التشخيص اللي ذكرتم الاجراءات التشخيصيه وصلتوا للمرض الفلاني، العلاج كيف بيكون؟ يعني ايمت بيكون دوائي، ايمت تلجأوا للجراحي كانوا يعني ضمن اختصاصكم الجراحه العامه والتنظيريه. يعني لو تحكينا عن موضوع العلاج. هلا العلاج نحن شخصنا المرض، عملنا كل الاجراءات اللازمه من تشخيصيه مخبريه كلها، شفنا انه ما التهاب مراره خاص، نحن مباشره نعطيه نقول له خيو السبب الاساسي لالتهاب المراره هو الاكل، يا اما دسم زياده يا اما المدن زياده. فنعطيه حمله خفيفه او نعطيه حميه مطلقه. اذا كان وجع زياده عن نعطيه حميه مطلقه، نخليه يومين 3 على السيرومات، شغله بسيطه كثير يعني. احد بالبيت واحد يقدر يعمل هالاجراءات هاي يومين 3، وبعدين نبلش نعطيه حميه غذائيه خفيفه متوازنه ومجدوله. نعم. يعني انه بدك تكتر من الوجبات بس اكل خفيف. هلا نحن ننصح دائما بالتهاب الكولونات والتهاب المعده والتهاب القرحه باكل وجبات خفيفه من الطعام. بس انه هلا نحن متعودين ناكل 3 مرات باليوم، صبح وظهر ومساء. فنحن ننصح انه ياكلوا 5 مرات 6 مرات 4 مرات، بس وجبات خفيفه ما يشبع حاله. يعني لقمتين 3 تقوم الساعه 12، لقمتين 3 تقوم مثلا الساعه 5 6 العصر. للمرضى هدول اللي عندهم امراض مزمنه يعني. هلا اللي عنده قرح مشان المعده دائما ما تضل فاضيه، العصاره تبع المعده مشان ما تخرج بالمعده وتكمل يعني الحفر بالقرحه. فلين نحاول قدر الامكان المعده ما تضل فاضيه. المراره مشان ما تجي الكريزه، مشان ما تجي الكريزه، الاكثار من الوجبات كثير كويس. ايوه. والابتعاد عن العادات السيئه مثل ما قلت، يعني عادات سيئه يعني لازم واحد يفطر، لازم واحد يترك مثلا الامور الحاده والحامض والامور هاي كلها. العلاجيه مشان العلاج هلا نحن بعد ما شخصنا اغلبيتهم دوائي، بس في عندك امراض جراحيه حاده متزامنه مع الالام البطنيه الحاده.
يعني الام هلا شو هلا اجاني التهاب مراره مزمن وانقلب الى حاد. فلما انا عملت الفيديو اشوف في بحثات، خلاص انا حددت للمريض انه خيو هالاسبوعين بدك تاخذ ادويه، نعم. بس راح الالتهاب بدك عمل جراحي اجباري ولا بالكذا بدها تكرر عليك. وش قد ما نعمل العمليه بشكل مبكر احسن لسه. لسه يكون المراره طريه، مو مسمكه كثير، مو تليفه كثير، عمليه الاستضاء تكون سهله على الجراح وعلى المريض، والبقيه في المشفى تكون قليله، يعني انه يعني يوم ونص يعني يطلع. شو اسمه هسه اذا عندك الالم البطني لما تحول الى حاد جراحي حاد مثل التهاب زايده، هذا جراحي صح، ما ينفع الادويه، ايش قد ما تعطي ما ينفع، بده استئصال زايده اجباري. ايه هلا عندنا في عندك مثلا انسقاء القرحه، اذا انسقبت يعني خلص من دوائي الى جراحي صار اكيد. فبالحال هاي خلص هاي بدها فتح جراحي اجباري. نعم. ايه فاذا في بعض عندك الام حاده تؤدي الى جراحي حاد، الى عمل جراحي حاد، هذا اسعافي. هذا احيانا حتى بدون استقصاءات متكامله بدك تدخلوا على فورا اسعافي. ايه هذا يكون اهمال من المريض والسبب هو المريض وهو جاي متاخر. يعني هذا تشوف واحد يتحمل الالم الزايده، والالم الزايده فظيع، يتحمل الالم زايده يومين ثلاثه اربعه يضرب حاله دكلون ومسكنات وكذا، يجي يكون صار عندنا درع زايده، في شيء اسمه درع زايده للاسف. يعني مثل كره التهابيه ولا معاه دقيقه والثرب كله مرتبط هيك بالزايده وهاجم عليها، احيانا تتفجر كمان يعني. وتنفجر اي ذكر وتسوي لها خراج زايده، فتكون المشكله اكبر، والبقاء في المشفى تكون 7 ايام 10 ايام ومصروف يكون اكثر. فنحن دائما ننصح انه يجوا بشكل مبكر، من الارض يجوا بشكل مبكر يعني. تماما. تمام بالضبط. دكتور ألف شكر لكم. رح نختم لقائنا. قبل ما نختم ما بعرف إذا في شيء أو حابب تعقب عليه، رح نختم لقائنا الجميل والقيم بنصائح من عند الدكتور جيلان محمد ياسين للمرضى والأصحاء حتى يلي هن الأصحاء، وإذا صار معهم أي شيء أنا دائما أنصح. أقول ليش صار معك الوجع هيك؟ يقول يا والله كتل وعملت مثلا كت حاد كثير على حلقي. أنا أتمنى دائما إنه إيش عرفت شيء سبب الألم لا تكرره. عدم تكرار الشيء الذي سبب الألم، يعني هاي شغلة بديهية له معروف هيك. وكمان مثل ما نصحت إنه الفطور الصباحي يعني هذا ضروري كثير، الفطور الصباحي. والنصيحة الأساسية أنا أي ألم بطني الرجاء يعني إنه عدم استخدام الأدوية بشكل عشوائي نهائيا. هذا خطأ الرئيسي والفاحش، يعني إنه يعني صعب حتى على الطبيب إنه تشخيص المرض. صح. أنا رحت على الصيدلية أخذت، أنا وجعني بطني، عم يروح على الصيدلية عم ياخذ أدوية صدات قوية عم ياخذ. نعم. وعم ياخذ مسكنات قوية، فعم يضيع على حاله وعم يضيع على الدكتور المرض. تشخيص. أنا أجي بفحص المريض، أنا هالأربع مربعات أنا مسويها وهالأقسام هي مفرقة بعض، وتعمم الألم والبطن صار حجري وصار خشبي وصار يابس. فأنا هيك تشخيص كتير صعب عليه. صح. فأنا بدي أخذ إجراءات قوية كتير وإجراءات، وبدي أطول لحتى أعرف يعني إيش بدي أقرر مشان المريض وين المرض تبعنا. فبالتالي أنا أنصح دائما إنه عدم يعني تناول الأدوية عشوائي. ألم يطول أكثر من 4 ساعات لازم واحد ما ياخذ أدوية، ممنوع منع باتا. أضعف الإيمان حبتين بانادول فقط لا غير. تماما. ألم راح، ألم ما راح باستشارة طبيب. تماما. فمن الأفضل يعني. هلا في عندك آلام خارج جدار البطن، بس تعطي للبطن. تمام. هلا مثلا فمشان هيك انا اعطي انذار، يعني هلا مثلا الكبار بالعمر فوق ال 45 و 50 هلا يكون عنده مشكله قلبيه وعطى الم في البطن. نعم. هاي اسمه جلطه قلبيه سفليه. صح. ف يقول بطني يوجعني، رحت على دكتور هضميه وقال اعطاني كم حبه الوجع ما راح، عمل تخطيط قلب طلع معه احتشاء. تماما. فبالتالي الالم مو شغله هينه. كما قلنا في البدايه في الام عرضيه يوميه يكون المريض والانسان متعود عليها يعرفها، وفي آلام تخوف، فبالتالي واحد لازم ينتبه لحاله ويطلب استشارة الطبيب من الأفضل يعني. تمام. فمثل ما قلت لما يكون في ألم بطني وهو أساسه هو في احتشاء قلب، فهي مشكلة كبيرة وإسعافية، ووقت الزمن يلعب دوره. أكيد. لأنه هلا إذا بدك تأخذ المريض على القسطرة قد ما كان بكير أحسن. بالضبط. يعني إذا تأخر زيادة عن اللزوم يومين خلاص بدك تحوله على الأدوية المميعات والأمور هاي، فيكون نحن القسطرة هاي وظيفتها قلت كتير. صح. إيه. فمشان هيك مشان نحن نشخص الآلام البطنية ونفرقها على بعض، لما واحد يجي بكير أحسن. قد ما واحد يجي بكير أحسن. وعدم تناول الأدوية. من الأفضل زيارة الطبيب أو زيارة حي لمشفى، طمن على حالك، الأمور ماشية الحمد لله، تتجنب الأسباب اللي أدت إلى الألم، وهاي الأمور هاي سهل كتير يعني. تماما. ألف شكر لكم دكتور جيلان محمد ياسين، اختصاصي بالجراحة العامة والتنظيرية.
بورت سوري بالجراحة العامة. كنا معكم نعيمات خلف من وراء الميكروفون، زملائي شيرين ومروان، على أمل نلقاكم الأسبوع القادم بضيف جديد وحلقة جديدة. طبعا برنامجنا الأسبوع القادم راح يكون ضمن شهر رمضان، ونبارك لمستمعينا ومشاهدينا شهر رمضان وأعياد نوروز. ضلوا بخير وسلامة.